لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خرج عطاء بن يسار وأخوه سليمان بن يسار للحج من المدينة، ومعهم أصحاب لهم، حتى إذا كانوا بمكان يسمى الأبواء، فنزلوا منزلا، فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم، وبقي عطاء بن يسار قائما في المنزل يصلي. فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة حسناء، فلما رآها عطاء ظن أن لها حاجة، فاختصر في صلاته، ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هي؟ قالت: قم فأصب مني فإني لا زوج لي. فقال: إليك عني ولا تحرقيني ونفسك بالنار. فجعلت تراوده عن نفسه ويأبى. قالوا: حتى بدأ عطاء يبكي ويقول: ويحك إليك عني. قالوا: فاشتد بكاؤه، فلما نظرت المرأة إليه وما داخله من البكاء والجزع، بكت المرأة لبكائه. قالوا: فجعل هو يبكي والمرأة بين يديه تبكي في مشهد غريب. فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان أخوه، فجاء من حاجته، فلما دخل نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديه تبكي في ناحية البيت، فبكى لبكائهما ولا يدري ماذا أبكاهما. وجعل أصحابهما يأتون رجلا رجلا، كلما أتى رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم ولا يسأل عن أمرهم. قالوا: حتى كثر البكاء، فلما رأت الأعرابية ذلك المنظر قامت فخرجت. قال: فقام القوم فدخلوا، فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالا له وهيبة، فذهبا إلى الحج، وبعد ذلك قدما إلى مصر لبعض حاجتهما، فلبثا بها ما شاء الله عز وجل. فبينما عطاء ذات ليلة نائم إذ استيقظ وهو يبكي، فقال سليمان أخوه: ما يبكيك يا أخي؟ قال: رؤيا رأيتها الليلة. قال: وما هي؟ قال: لا تخبر بها أحدا ما دمت حيا. فوافق. قال عطاء: رأيت نبي الله يوسف عليه السلام في النوم، فجئت أنظر إليه، فلما رأيت حسنه وجماله بكيت. فنظر إلي فقال: ما يبكيك أيها الرجل؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها، فبكيت من ذلك وجعلت أتعجب منه. قال: فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ قال: فعرفت أنه يقصدني فبكيت واستيقظت باكيا. قال سليمان: أي أخي، وما كان من حال تلك المرأة؟ لأنه ما سأله في السابق. فقص عليه عطاء القصة، فما أخبر بها سليمان أحدا حتى مات عطاء. أخي الكريم، أختي الكريمة، الذي يمنع الإنسان من دخول الجنة ورؤية الله تعالى يوم القيامة ذنوبه التي لم تتكفر. ومن الأشياء التي تكفر عن العبد ذنوبه وقوفه يوم القيامة تحت الشمس الحارقة لسنوات طويلة، 50,000 سنة. ولكن لماذا لا نتجنب الحاجة إلى الوقوف تحت الشمس بالدخول تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة؟ يوجد 7 أنواع من الناس سيسمح لها بالدخول تحت ظل عرش الرحمن، ومن هؤلاء رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وكثير من الناس ربما يعيش في جوم الفتن بالجامعة أو بالعمل، هذا الجو قد يوقعه في الفاحشة، فما الذي يجعلك تصبر في تلك اللحظة؟ سأذكر لك بعض الحلول، وسأعرض عليك عرضا كبيرا جدا في آخر الحلقة. هذا العرض يوصلك إلى أجمل نظرة في حياتك. العلاج الأول، وقليل من الناس من يستخدمه مع أنه من أنفع أنواع الأدوية على الإطلاق، هو أن تطلب من الله تعالى أن يغض بصرك وأن يبعدك عن الشهوات، وهو سبحانه سيعطيك ذلك، لأن الله وعد من اعتصم به أن يعصمه، وهو قادر على ذلك سبحانه، فلا تستهن بهذا العلاج. هذا العلاج استخدمه الأنبياء لحل هذه المشكلة. يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز اعتصم بالله، فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. أول كلمة قالها معاذ الله، سأل الله أن يعيذه من هذه الفتنة، وفعلا امتنع عنها لأنه اعتصم بالله فعصمه الله. قال تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، حتى أن امرأة العزيز لما امتنع عنها مع أنها جميلة قالت عن يوسف: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني تمنع بالله عني.
فاستخدم أنت نفس السلاح، كلم ربك. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل له: يا ربي، لا أريد أن أنظر إلى ما لا يرضيك، اللهم أنت تعلم حاجتي وأنت قادر على أن تعصمني وأنا محتاج إليك. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك. ادعوه، كلمه، فإنه يحب أن يسمع منك وسيستجيب لك، صدقني، لكن أسمعه صوتك. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية وسوف أهديكم. والإنسان الذي يريد أن ينجو من الفتنة هو أحد شخصين لا ثالث لهما: إما أن يكون متزوجا، وإما أن لا يكون متزوجا. أما المتزوج فالحل أخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال في معنى الحديث: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، يعني فليجامع زوجته بالحلال. قال عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك يرد ما في نفسه. وصدق عليه الصلاة والسلام، سوف تنتهي المشكلة مباشرة. طيب، ومن لم يكن متزوجا بسيطة، يتزوج. طيب، إذا كان لا يستطيع الزواج يوجد حل. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة أي القدرة الجسدية والمالية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن أقوى العلاجات النافعة أن تستحضر مراقبة الله لك، وأن رؤيته لك أسرع من رؤيتك للمحرم وفعلك للمحرم. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. لا خوفا من الزوجة ولا من الوالدين ولا من أحد. قال تعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وأنت يمكنك أن تختفي عن أعين الناس، لكن مستحيل أن تختفي عن عين الله. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم إن هذا الجسد ليس كفءا أن تمتعه، إنه لا يستحق أن تقع بالحرام من أجله، لأنه سيخونك يوم القيامة. إن جسدك لن يقف في صفك، بل سيشهد عليك. أنت تمتعه هو وهو يشهد عليك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يختم على فم الرجل يوم القيامة بحيث لا يستطيع الكلام، فيقال لأعضائه: انطقي، فتنطق بأعماله، فتقول العين أنها للحرام نظرت، وتقول الأعضاء نفس الشيء. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول لأعضائه: بعدا وسحقا لكن، فعن كنت أجادل، يعني أنا كنت أحاول أن أوصل اللذة والمتعة إليكم، في النهاية تشهدون علي. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فلا تتعب نفسك مع هذه العين ومع هذا الجسد، فقط حاول أن تدخل أنت الجنة. أهم شيء أن ترضي الله. والآن وصلنا إلى العرض الكبير الذي لا يفوت، أرجوك احرص عليه. العرض يقول: لا تنظر إلى المحرمات في الدنيا وابتعد عن الشهوات في الخلوة، وسيرزقك الله النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. لأن الله تعالى قال في سورة قاف لأهل الجنة: ولدينا مزيد. المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هم الذين سيحصلون على هذا المزيد؟ قال تعالى في نفس السورة: من خشي الرحمن بالغيب. فإذا خشيت الرحمن بالغيب وغضضت بصرك فستحصل على المزيد الذي هو رؤية الله تعالى يوم القيامة. وربنا سبحانه هو أجمل شيء في الوجود، بل لا يوجد من هو أجمل منه سبحانه، والنظر إليه من أجمل لذات الدنيا كلها، بل أجمل من كل لذات الجنة أصلا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا تلك النظرة، ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه، وأن يحفظ فروجنا وقلوبنا وألسنتنا وأعيننا عن الحرام، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. والحمد لله رب العالمين.